طاجن اللحمة بالبصل من الطواجن الخطيرة جدا، طعمه بجد مفيش أحلى من كده. الناس اللي بتحب الطواجن هتعشقه، واللي مش بتحب الطواجن برضو من حلاوة طعمه هتدمنوه. سهل وبسيط. أول حاجة فوق غويط أو أي إناء غويط هنجيب معلقة كبيرة من السمنة. أول ما تسخن كويس هنزل بقطع اللحمة أديها صدمة، هحط معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة بسيطة من السكر، وهقلبها على الجنب التاني، وهحط معلقة صغيرة من 11 بهار من كنور. لو مش متوفر استخدموا 7 بهارات أو بهارات لحمة. هفضل أشوح فيها على الجنبين لحد ما نوصل للون الخطير اللي قدامكم ده. لازم توصل للون ده. بعد كده هنكون محضرين مية مغلية هغطي بيها اللحمة لحد ما اللحمة تستوي معانا. لو احتاجت مية زيادة هنضيف عادي. هنسيبها تستوي على نار متوسطة، وفي الوقت ده هنحضر البصل. هنستخدم بصل كتير، استخدمت 3 بصلات كبار هقطعهم ترانشات، واستخدمت طماطمايه متوسطة. وهنا اللحمة كانت اتشربت المية وتفضل صوص بسيط. في الوقت ده هننزل بالبصل، هحط رشة بسيطة من الفلفل الأسود ورشة بسيطة من 11 بهار من كنور، وهنقلبهم كويس. وبعد كده هحط معلقة صغيرة من الملح، اوعوا تنسوا الملح. هقلبهم مع بعض، واخر حاجة خالص هنزل بكوباية مية مغلية وهسيبهم يكملوا السوا. بعد كده اول ما اتشربت الميه هنزل بالطماطمايه المتقطعه ترانشات ونص كوبايه ميه مغليه. اول ما يغلوا والصوص يقل شويه والطماطم بتاعتنا تدوب كده هنطفي عليها ونحضر بقى الطاجن بتاعنا. هنزل بقى باللحمه بالبصل في الطاجن، وهغطيه بورق فويل، وهدخله على فرن سخن الرف الوسطاني اعلى درجه حراره لمده من ساعه الا ربع ساعه. هيطلع بالشكل الخطير ده. بجد الطاجن كله جوسي في بعضه، واللحمة دايبة دوب. الريحة والطعم حلو، حلاوة مش طبيعية، بجد تحفة. والوصفة مفيش أسهل من كده. لازم بقى تجربوها وتقولولي رأيكم.